السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يلا نعمل القرنبيط الجميل ده بطريقه حلوه وجميله، وهيطلع معاكي كريسبي لحد اخر قطعه. انا سخنت الميه، حطيت فيها معلقه من الكمون ونص كوبايه من الحليب، وهسلق القرنبيط. انا غسلاه كويس، هسلقه حوالي 4 دقايق. معايا 3 بيضات ومعلقة من الخل. هحط بقى فيها كوباية من اللبن أو نص كوباية، وكوبايتين من الدقيق ومعلقتين من النشا. وبتحطي بقى التوابل اللي انت عايزاها، توم وفلفل اسود وكمون وبابريكا وكاري، وبحط فيها شبت وبقدونس. بجيب بقى الطبقة التانية اللي انا هعملها. الطبقة التانية كوباية من الدقيق، عليها معلقتين من النشا وكاري وكركم وفلفل اسود وكمون. لو عندك بقسماط ناعم بتحطيها عليها، او فيجيتار. طبعا الطبقة دي بتخليها كريسبي ومقرمشة وبتفضل معاكي لحد اخر واحدة. بجد حلو جدا وجميل، وجربوها وان شاء الله الطريقة هتعجبكم. بعمل بقى الصلصة، بصلاية بحمرها ومعلقة من الثوم وصلصة. بسيبها تتسبك لان القرنبيط انا محمراه ومستوي، فهياخد بس غلوة كده وطعمه في منتهى الجمال. جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتعليق حلو منه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع السلامة.